طبعا كلام الكورة مش مجرد أهداف ونتائج، دي حكايات بتبقى أحيانا أقوى من الخيال. النهاردة هحكي لكم قصة من كأس العالم، قصة بتخلينا نفتكر ليه الكورة دي لعبة بتجمع الدنيا كلها. في كأس عالم 2002 السنغال كانت مشاركة لأول مرة في تاريخها، محدش كان متوقع منها حاجة يعني. ده فريق معظم لعيبته مجهولين ومش مشهورين حتى في أوروبا ولا حتى في أفريقيا. أول مباراة ليهم ضد مين بقى؟ ضد فرنسا، حامل اللقب، المنتخب المرعب اللي بيضم زيدان، تيري هنري وليلة كبيرة قوي سعادتك. السنغال دخلت المباراة وعينها على المستحيل. الدقيقة 30 بابا ديوب اللي كان لاعب مغمور في الدوري الفرنسي بيستلم الكورة ويعدي 3 مدافعين زي السكينة في الحلاوة وبيسدد جول. ايه جول؟ دخل الجول فعلا. طبعا محدش كان مصدق حاجة من اللي بتحصل وكله مصدوم، لكن فرنسا ما سكتتش، هجمت بشراسة والسنغال دفعوا بقلوبهم. كل كرة على المرمى، اللعيبة بيرموا أجسادهم عشان يمنعوها لحد الدقيقة الأخيرة. بس استنى، القصة ما انتهتش هنا، لا لسه. السنغال وصلت في البطولة دي لغاية ربع النهائي وخسرت بضربات الترجيح، لكن الفريق اللي كان مش هيتأهل أصلا خلى قارة أفريقيا كلها تفتخر. خرج لينا جيل كامل من اللاعبين المجهولين علشان يبقوا نجوم عالميين في المستقبل. ودلوقتي السؤال ليكم، لو كنت مكان مدرب السنغال كنت هتعمل ايه عشان توصل للفريق ده لأبعد من ربع النهائي؟ مستني رأيكم في الكومنتات. سلام.